حاول يقرب منها وفجأة بيزقها من على الجبل وبتقع من على ارتفاع عالي والشجرة بتخش في بطنها وبيكونوا مش مصدقين اللي عمله ريتش وستان بيكون حزين عليها وبيكونوا فاكرين ان هي كده خلاص ماتت فبيقول لهم ريتش لازم ننضف المكان من اي اثر ليها وبيرجعوا للبيت وبيولع ريتش في الهدوم بتاعتها علشان ما يسيبش اي اثر ليها وبتفوق جين وبتبص حواليها فبتلاقي الولاعة بتاعتها وبتاخدها علشان تولع في الشجرة وفعلا بتقع من عليها وبتكون مش مصدقة اللي حصل لها وبيرجعوا للمكان تاني علشان يشوفوها فبتحاول جين ان هي تقوم بس مش بتقدر فبتزحف برجليها وايديها علشان تبعد عن المكان وبتقوم وبتستخبى منهم ولما بيوصلوا بيتفاجئوا ان هي ملهاش اثر بيكون مكانها والع ومش عارفين هي اختفت فين فبيقول ستان لريتش ننزل نجيبها ونوديها المستشفى ونقول لهم ان هي حصلت لها حادثه وستان بيكون خايف على نفسه ومتعصب بيمسكوا ريتش من رقبته وبيقول له مش هنتصل على حد وانت خايف من واحده مصابه واحنا 3 اشخاص ومسلحين وهننزل ندور عليها احنا ال3 ونخلص عليها وبيوصلوا للمكان بس الليل بيدخل عليهم وبيشوفوا آثار الدم بتاعها واقف عند البحيرة